وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعه جبنا الست الجميله اللي بتخبز دي، يبقى النهارده نعمل معجنات. بتعجن جميل قوي. احنا بقى الاسبوع ده واخدينه معجنات في معجنات وحاجات سهله وبسيطه وجميله جدا. النهارده نعمل البقسماط بتاع الافران الجميل واحلى من الافران. سهل وبسيط يا جماعه ومش محتاج اي مقادير كتير ولا اي حاجه. وزي ما عودتكم بنعمل دايما بالطريقه السهله البسيطه اللي بتحتاجش مقادير كتير. احنا عندنا هنا الطبق ده فيه معلقه نشا، معلقه صغيره خميره، معلقه كبيره سكر، وذره ملح. هو ده اللي عندنا. هنا بقى معلقتين زيت عادي. عندي هنا ده سمسم ابيض زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، مش محمص. بصوا عشان المتحمص ده لما بيدخل الفرن في البقسماط بيتحرق، بيمرر الخبز يعني. ده مش عايزينه دلوقتي، هنخليه في الاخر خالص. عندي هنا بقى كوبايتين دقيق، انا هشتغل على كوبايتين دقيق بس. وعندي هنا كوبايه الا ربع ميه فتره، مش سخنه يا جماعه علشان ما تبطلش الخميره. دايما لما بنيجي نعمل معجنات بنخلي الميه دافيه بسيط او فتره كده، علشان الميه السخنه بتبطل معانا الخميره. فاحنا جايبين البوله الحلوه دي، وهم بصوا كوبايتين دقيق بس. شوف بقى كوبايتين الدقيق دول هيعملوا معانا كميه قد ايه. ادي كوبايتين الدقيق اهو. وزي ما عودتكم دايما بنحط المواد الجافه اهي على بعض. معلقه النشا دي بتبقى جميله جدا. معلقه النشا بتنشف لي شويه البقسماط، بتخليه مقرمش كده. احنا بقى المواد دي كلها الجافه اهي بنقلبها كده، وبعدين نجيب معلقتين الزيت، معلقتين بس. لو عملنا 3 كوبايات يبقى 3 معالق زيت على كل كوبايه، معلقه زيت بس. هي دي المقادير بتاعت البقسماط اللي احنا بنشتريه. وصل الكيلو دلوقتي ب60 جنيه. احنا هنعمل الكوبايتين دول اكتر من اللي هنجيبه بره ب60 جنيه، ومش هيكلفنا 20 جنيه اصلا. الميه بقى هنحطها تدريجيا كده لحد ما تبقى عجينه متماسكه. بعدين احنا مش هنخمره، احنا هنريح العجينه يعني بتاع ربع ساعه كده وهنعملها. مش هياخد وقت خالص، حتى في الفرن هياخد برضو حوالي ربع ساعه. وهوريكم بقى الوقت الكميه اللي هي بتاعت كوبايتين دقيق دي هتعمل لنا قد ايه. انا دلوقتي هعجن بقى عشان لازم تدخل جراحي بالايد. فانا هعجنها وهتركها شويه لمده ربع ساعه لحد ما نشوفها مع بعض انا وانتو ونشكلها. البقسماط هيبقى جميل جدا يا جماعه. احنا عجننا العجينه اهي. هي في الاول كانت بتلزق زي ما انتم شايفين كده في ايدي كده التلزيقه بتاعتها. بعد كده خلاص ما بقتش تلزق اهي، والطبق نضيف زي ما انتم شايفين، ما بقتش تلزق وبتبقى طريه كده زي ما انتم شايفين اهي. هي دي العجينه بتبقى طريه كده اهي. انا بس حبيت اوريها لكم قبل ما اشتغل فيها. دلوقتي ما بتلزقش اهي زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي هسيبها في الطبق كده في البوله دي، وهغطيها، ونبقى بعد ما تريح كده هنشكلها سوا انا وانتم، ويبقى احلى بقسماط باذن الله. بصوا يا جماعه سيبنا العجينه اهي ما شاء الله اهي. احنا سايبينها ربع ساعه. انا مش قصدي انها تخمر، بس هي اهي خمرت، بس يبقى احسن برضو، خير وبركه يعني اهي. العجينه كده خمرت اهي يا جماعه. احنا هنبدا نقطعها. هنقطع منها حتت كده، حته صغيره قوي على قد البقسماط اهي. هنقطع بقى العجينه كده كلها وهنخمرها تاني لما نعمل البقسماط. هوريكم دلوقتي يا جماعه علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هوريكم دلوقتي احنا بنعمل ايه في العجينه اهي.
هنجيب العجينه الاولانيه دي، هنفضل نعملها كده، هنجيبها من جوه كده لبره كده كده، بنتخر ايدينا كده اهي من جوه لبره كده اهي اهي اهي. ادي العجينه اهي، هنحطها هنا، هبلها ميه بس كده، واحط لها بقسماط، احط لها بقسماط ايه هحط لها سمسم اهو زي ما انتم شايفين. نعمل واحده تانية اهي. انا مبحبش بس الفيديو يبقى طويل يا جماعه. بنفرد العجينه، بناخدها من جوه كده، نزقها لبره كده اهي كده اهي. انا هحاول طبعا اخليهم كلهم قد بعض. انا هعمل هنا طب ميه كده في العجينه، وعندي هنا السمسم اهو يا جماعه، بس زودت لكم ابيض علشان لو معمول هيتحرق اهو كده. هحاول بقى اعمل الصاج كله، وخليكم معايا لما اخلصه. بصوا يا جماعه، احنا عملنا صاج اهو، لسه فاضل حته عجينه تاني. احنا بنعمله بقى بالمنظر ده كده، بس عشان هو مش جاي ورا بعض بالطول، هو جاي بالمنظر ده. الحته اللي معايا هتقضي تاني صاج، فانا بس بوريكم اول صاج اهو. انا هسيبه هيختمر فهيزيد شويه. التانية اللي كنت عاملاها في الجنب دي كانت صغيره، شلتها علشان هي ما كانتش قدهم، لازم يبقوا طول بعض كده قد بعض كده. وشوفوه معايا يبقى احلى بقسماط باذن الله. هسويه على طول، هولع الفرن دلوقتي، وهسيبه بس 10 دقايق كده وهدخله الفرن، وهتشوفوه معايا ولما يستوي ان شاء الله. بقى المرحله دي اللي في الفرن اهو، اهو في الفرن اهو، عشان تشوفوه معايا اهو. انا كده هطفي عليه وهسيبه في الفرن شويه. يعني بنطفي يا جماعه عليه، وبنسيبه في الصهد بتاع الفرن، فبيقرمش بقى، بيبقى حلو، وتبقوا تشوفوه معايا. بصوا يا جماعه، لسه خارج اهو من الفرن البقسماط، بس عمل معايا كميه قد ايه اهو. هنا الكاميرا بتصور احلى اهو يا جماعه، سهل جدا وبسيط، ومش واخد مننا ولا مقادير، ولا واخد مننا اي حاجه ولا مجهود. ودي صاجين بكوبايتين دقيق، ما كلفوناش والله 10 جنيه. انا كنت بقول 20 جنيه، ده ما كلفوناش 10 جنيه، لان كوبايتين دقيق اقل من نص كيلو، نص كيلو و3 كوبايات وحبه كده، 3 كوبايات وربع. دول بقى يا دوبك بقى الكوبايتين الدقيق ومعلقه النشا، ومعلقه الخميره وذره ملح وخلاص يعني، ما فيش حاجه، ومعلقه سكر. ادي البقسماط اتعمل جميل، وعايزه بس اهو اهو يا جماعه، عايزه بس اوريكم بصوا التسويه عامله ازاي اهي اهي. بصوا عامل ازاي، ادي البقسماط جميل جدا، وعمل معانا كميه هايله اهو. ادي البقسماط اقتصادي وجميل. بصوا الخروشه اهي، الخروشه مش معضم مقرمش اهو. عملنا كميه جامده من البقسماط، حلوه قوي وجميله وزي ما قلت لكم، بصوا السمسم بقى عامل ازاي، شكله عامل ازاي. لو السمسم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. السمسم يا جماعه لو متحمص هيتحرق معانا وهيبقى اسود. بص مدينا اللون ده ازاي اهو. السمسم جميل قوي وحلو اهو. البقسماط وبتكسر اهو اهو، طارت اهو، التسويه اهي، مقرمش وتلج اهي، حلو جدا.
اعملوه، مش هياخد منكم وقت ولا مقادير ولا اي حاجه. وان شاء الله هنعمل المره الجايه الفايش الصعيدي، هعمله بطريقه سهله جدا، مش زي ما بيتعمل قدامنا بقى بنشوفه كتير قوي على اليوتيوب وعلى النت، بياخد له اسبوع في التخمير، يخمروه بالحمص ومره بالخميره احنا نخمره برضو بالحمص وبالخميره، ومش هياخد معانا ساعه زمن. هنعمله في ساعتها وهنخمره في ساعتها زي اي مخبوزات. الخميره الفوريه ما بتخليش حاجه، بتخمر الحاجه على طول. هنعمله مع بعض، هنعمل كل حاجه مع بعض باذن الله. احنا عملنا مخبوزات كتير يا جماعه، وعملنا الفطير مشلتت، وعملنا حاجات كتير قوي، وعملنا الباتيه والكرواسون. وانا كنت عامله قبل كده معاكم، كنت عامله معاكم قبل كده البقسماط تقريبا من سنه، وبعيده تاني لان في ناس كانت طالبه مني. اعملوه يا جماعه، وسهل وبسيط وزي ما انتم شايفين، وحاجه في البيت عمايل ايدينا ومش مكلف ولا اي حاجه. يلا اعملوه جربوه وهيعجبكم جدا، واستودعكم الله والله خير وديع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.